الرسالة اليوم واضحة بزاف. فرنسا اختارت المصالح والاستقرار، وكما كتشوف الصورة المصغرة راه الرئيس الفرنسي حازم في قراره، وعبد المجيد تبون خاسر السمعة. ما بقاش عنده فين يتحرك. السلام عليكم خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. اليوم غادي نهضروا على موضوع سخون بزاف، موضوع خلى الإعلام الجزائري كيتخبط وخلى فرنسا تبدل النبرة ديالها بشكل واضح مع المغرب. باريس اليوم ما بقاتش كتدور في الدوران، وبانت الأمور بالواضح. الصحراء المغربية بالنسبة لفرنسا دخلت في مرحلة جديدة، والجزائر بدات كتحس بالضغط الحقيقي. واش بصح فرنسا بدلت الموقف؟ واش الجزائر فقدت التأثير ديالها؟ وعلاش الإعلام الجزائري بدا كيهضر على الواقعية السياسية بعد ما كان كيهضر على القوة والضغط والسيطرة؟ هادشي كامل غادي نحلوه اليوم بطريقة بسيطة ساخرة وبدارجة مغربية واضحة بدون فلسفة زايدة. وخا نقولوها بصراحة، قالوا ليك الجزائر أقوى دولة في المنطقة. ولكن ملي فرنسا دارت موقف واضح بداو كيهضروا على إعادة بناء الثقة والواقعية السياسية والتعاون الجديد. فين مشات لغة التهديد؟ فين مشات القوة الضاربة؟ وفين مشات فرنسا خاصها تسمع لينا؟ واليوم وكما كتشوف الصورة المصغرة راه الرئيس الفرنسي حازم في قراره، وعبد المجيد تبون خاسر السمعة. ما بقاش عنده فين يتحرك. هاد النقطة مهمة بزاف. المغرب ماشي دولة كتخرج كل نهار تهدد وتصرخ. المغرب خدم بالدبلوماسية الهادئة. شوفوا العلاقات مع أمريكا، شوفوا العلاقات مع إسرائيل، شوفوا العلاقات مع الخليج، شوفوا المشاريع الإفريقية. حتى أوروبا بدات كتفهم أن الرباط ولات شريك أساسي. ولهذا فرنسا دارت الحسابات ديالها. فرنسا دولة مصالح ماشي جمعية خيرية. وملي شافت أن المغرب عنده مستقبل اقتصادي واستراتيجي قوي بدات كتقرب أكثر للموقف المغربي. هادشي بطبيعة الحال ضرب الجزائر في العمق، والمغرب خدم بالدبلوماسية والهدوء، بينما الطرف الآخر بقى غير في الشعارات. وكما كتشوفوا في الصورة المصغرة راه الرئيس الفرنسي حازم في قراره، وعبد المجيد تبون خاسر السمعة. ما بقاش عنده فين يتحرك. الإعلام الجزائري دخل في مرحلة التخبط. إلا تلاحظوا الإعلام الجزائري تبدل بزاف مؤخرا. مرة كيقول فرنسا خائنة، مرة كيقول العلاقات رجعات، مرة كيقول الجزائر قوية، مرة كيقول خاص الحوار. حتى المواطن الجزائري العادي ولا ما فهم والو، لأن الخطاب متناقض. سنوات وهما كيقولوا للمواطن أن الجزائر قادرة تضغط على فرنسا، وأن أوروبا محتاجة الجزائر أكثر مما الجزائر محتاجة أوروبا. ولكن الواقع بين العكس. فرنسا دولة كبيرة اقتصاديا وسياسيا، والمغرب عرف كيفاش يتعامل معها بالعقل وبالهدوء. أما الجزائر بقات داخلة في صراعات إعلامية ما عندها حتى نتيجة، والإعلام الجزائري بقى مصدوم من تبدل الموقف الفرنسي. وكما كتشوفوا في الصورة المصغرة راه الرئيس الفرنسي حازم في قراره، وعبد المجيد تبون خاسر السمعة. ما بقاش عنده فين يتحرك. الحقيقة اللي بزاف ديال الناس ما بغاوش يقولوها هي أن ملف الصحراء المغربية ولا شبه محسوم دبلوماسيا. أكيد الملف مازال في الأمم المتحدة، ولكن من ناحية الدعم الدولي المغرب تقدم بزاف. أمريكا دعمت الحكم الذاتي، إسبانيا دعمت الحكم الذاتي، ألمانيا قربت الموقف المغربي، وفرنسا بدات كتوضح الموقف أكثر وأكثر. هاد التحولات كاملين خلاو الجزائر تحس بالعزلة، ولهذا بدات كتخرج مصطلحات جديدة بحال الواقعية السياسية وإعادة العلاقات والحوار، لأن الصدمة كانت قوية. وحتى المتابعين في المنطقة بداو يلاحظوا التغيير الكبير. وكما كتشوف الصورة المصغرة راه الرئيس الفرنسي حازم في قراره، وعبد المجيد تبون خاسر السمعة. ما بقاش عنده فين يتحرك. علاش المغرب ربح؟ السؤال المهم، علاش المغرب ربح هذه المعركة الدبلوماسية؟ الجواب بسيط. أولا الاستقرار. المغرب دولة مستقرة، المستثمر كيحب الاستقرار. ثانيا الرؤية، كاين تخطيط واضح للمستقبل. ثالثا الذكاء الدبلوماسي،
المغرب ما كيدخلش في معارك كلامية كثيرة. رابعا، الاقتصاد. ميناء طنجة المتوسط وحده ولا من أقوى الموانئ في العالم. خامسا، العلاقات الدولية. المغرب عنده توازن ذكي بين الشرق والغرب. هادشي كامل خلى الدول الكبرى تشوف المغرب كشريك حقيقي. ورسالة اليوم واضحة بزاف، فرنسا اختارت المصالح والاستقرار، وكما كتشوف الصورة المصغرة راه الرئيس الفرنسي حازم في قراره. الصدمة الحقيقية عند الجزائر ماشي غير فرنسا، الصدمة هي أن المغرب ولا لاعب إقليمي قوي. هادشي صعيب يتقبلوه بعض الناس اللي تعودوا يشوفوا المغرب دولة بسيطة. اليوم المغرب كيصنع السيارات والطائرات، كيطور الصناعة العسكرية، كيستقبل استثمارات ضخمة، وكيوقع اتفاقيات استراتيجية. بينما الجزائر مازال جزء كبير من اقتصادها معتمد على الغاز والبترول فقط. ولهذا ملي كيطيح سعر النفط كتبدا المشاكل. وفرنسا اليوم فهمات أن المغرب عنده مشروع واضح، بينما الجزائر غارقة في الأزمات. وكما كتشوف الصورة المصغرة راه الرئيس الفرنسي حازم في قراره. وفي الأخير خوتي، فرنسا اليوم بدات كتوضح الموقف أكثر، والمغرب مستمر في التقدم الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي. أما الجزائر خصها تواجه الواقع الجديد بدل البقاء في خطاب الماضي. وهذه هي الواقعية السياسية الحقيقية. وحتى الناس اللي كانوا كيضحكوا على المغرب اليوم تبدل الكلام كامل. وكما كتشوف الصورة المصغرة راه الرئيس الفرنسي حازم في قراره. إذا عجبكم الفيديو ديروا لايك وشاركوا الفيديو مع أصحابكم، وما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات واش فعلا المغرب ربح المعركة الدبلوماسية ولا مازال الطريق طويل. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد.